صاحي متأخر بسبب ان انا سهرت جدا امبارح، ولكن النهارده هيكون احسن من امبارح بكتير. مش عارف، بس هو مجرد احساس ان النهارده هيكون احسن من امبارح بكتير، بس ان شاء الله يكون صح. خلصت فطار وقررت اعمل بحث بسيط كده عن الاكل اللي انا اكلته، بسبب ان انا عندي لغز على خفيف كده. ولكن بالنسبه لزمان انا جسمي دلوقتي احسن من زمان بكتير جدا، فانا مش متضايق من الدرجه اللي جسمي فيها، انا مبسوط جدا من النتيجه اللي انا فيها. ولكن اكيد دايما بسعى للافضل، عشان كده قررت ان انا ارجع كنترول على الاكل اللي انا باكله، بعيدا عن ان انا مقلل الكميات والكلام ده كله. ولكن فكره الاكل اللي انا بختار اكله كده هو اكل غير صحي خالص، بسبب ان سعراته كتير جدا. فلازم ان انا مثلا هاكل حاجه في سعرات كتير، زي النهارده مثلا تقريبا الاكل كله داخل على 800 سعره سندوتشين، فده كتير جدا بالنسبه لافطار وكده. وبالنسبه لحاجات كلها ما فيهاش حاجات اللي هي الاحتياجات بتاعه جسمك وكده، لا كلها حاجات غير صحيه. اللانشون مش عارف فيه جلوتين ومش عارف ايه كده، فكلها حاجات مضره نوعا ما. فعشان كده قررت ان انا ارجع اختار اختيارات احسن. انا مش بتكلم ان انا ارجع اوزن والكلام ده، انا ما كنتش بوزن قبل كده، لا انا كنت بس بختار، بدل ما اخد ده اخد ده، بدل ما اخد ده اخد ده. لو هاخد من ده اخد منه كميه قليله وكده. فبس حبيت ارجع افكر نفسي ان لا، لازم ترجع كنترول كده. وفي نفس الوقت حابب ارجع اتمرن تاني. انا مش عايز ارجع اتمرن يومين ثلاثه واوقف، يومين ثلاثه واوقف، يومين ثلاثه واوقف، لا حابب ارجع انتظم في التمرين وكده. فعشان كده دي خطوه هناخدها قدام. بس اول خطوه لازم ناخدها الكنترول على الاكل زي زمان. فعشان كده حبيت بس افكر نفسي ان انا لازم ارجع كنترول على الاكل. خلصت اديت النهارده بدري عن امبارح، ولكن في هدف عندي اساسي النهارده في اليوم، لازم الهدف ده يتحقق، وبعد كده انا مش عايز حاجه تاني من اليوم. الفكره بالنسبه لي ان انا بدات اكتب في تو ليست زي ما انا قلت بقالي فتره كبيره 3 حاجات اساسيين والباقي مش اساسي. يعني انا مثلا كاتب النهارده 10 حاجات، بالنسبه لي 3 اساسيين يتعملوا، وبعد كده مش عايز حاجه تاني. من ضمنهم ان انا اخلص ايديت الفيديو اللي هينزل على القناه الاساسيه يوم الاحد. فاضل لي بس شويه حاجات في الايديت، مش شويه حاجات بسيطه، شويه حاجات كتير. ولكن بالنسبه لي كل يوم كنت بعمل حاجه بسيطه بسبب ان انا معايا وقت. فقررت النهارده ان الهدف الاساسي في اليوم ان اخلص ايديت الفيديو ده. بعد كده انا مش عايز حاجه تاني من اليوم، سواء عملت الحاجات التانية او ما عملتهاش. ولكن على العموم الفلوج بتاع النهارده بيعمل ريندر دلوقتي، فان شاء الله ما نعنيش زي امبارح. كنت بغير كام صمبنيل كده على ما الفلوج بتاع النهارده يخلص ريندر، فقلت استغل الوقت بتاعي واحاول اغير كام صمبنيل. اعتقد ان الصور طلعت معايا كويسه جدا، لسه بعد ما عملنا ايديت والكلام ده، ولكن اعتقد ان النتيجه هتطلع كويسه جدا، وهي طلعت مش لسه هتطلع. فشوف كان النتائج على ما الفيديو يخلص ريندر، وبعدين نشوف بقى القصه بتاعت امبارح دي تبقى موجوده النهارده ولا تبقى مختلفه. كالعادة الفرع الأول قافل النت، أتمنى الفرع الثاني يكون فاتح النت، لأن الصراحة مش عايز أبلود الفيديو ده كمان 4G، عشان دي حاجة تضايقني جدا. وهنا كانت قفلت من كل حتة، بس أنا ما اتضايقتش لأن كنت متوقع ده، وده شيء عادي جدا ولازم يحصل على طول. زي امبارح بالظبط، لفيت ما لقيتش النت شغال، مفيش حد راضي يشغل النت وهكذا. فريحت دماغي، جبت تين شوكي وجيت البيت. ليه؟ بسبب ان nothing will change، مفيش حاجه تتغير ابدا. في حاجه ممكن تتغير، ولكن تتغير من الاحسن للاسوء، واكيد كلنا فاهمين انا بتكلم في ايه وكده. ولكن nothing will change، لازم نحط دي في دماغنا، nothing will change. فبس كده، يعني دي الحاجه الوحيده اللي لازم نحطها في دماغنا، ودي الحاجه الوحيده اللي انا لازم احطها في دماغي اكتر واقتنع بيها اكتر ما انا مقتنع بيها وكده. بس فجبت تين شوك كده اروق دمي بيه واكل واستمتع، وفي الاخر بنشوف 4G، نشوف اي حاجه. بس على العموم تعالوا ندوق كده، بقالي كتير قوي ما جبتش تين شوكي. دي مش حلوه الصراحه، مره سنه كده مش حلوه. تعالوا كده ندوق دي. ايوه كده، هو ده اللي احنا متعودين ناكله، لذيذ بطريقه. ليه اول واحده تطلع مره والباقي يطلع حلو كده؟ ليه كده؟ لما اشوف الواد ده ماشي
ايوه كده، ايوه كده. خلص الطبق ده بقى، نشوف بقى مشكله في النت وكده، ولكن اهم حاجه خلص الطبق ده. تاخده معاه، تاخده. دي كذلك فيها سنه مراره كده لما اشوف. كده اتنين، ليه اتنين عنده. طيب انا عارف الناس كتير جدا بتسأل الرسمة اللي انا عاملها دي، ايه الحاجة اللي انا بعملها دي. اللي انا بعمله دلوقتي هو ان انا بشتغل على فكرة فيديو للقناة الاساسية، والفكرة بقيت بشتغل عليها بطريقة مختلفة، او الفيديو بالكامل بشتغل عليه بطريقة مختلفة. الفيديو بالكامل بيتخطط هنا، وبعد كده وقت التنفيذ ما باخدش اي وقت كتير خالص، غير بسبب ان انا كل حاجة موجودة عندي. كل حاجة موجودة عندي، فانا مجرد ما عملت نقطة بعمل عليها علامة صح، انا كده خلصت النقطة دي. ولكن الموضوع مش بسيط كده، انا دلوقتي قاعد عمال اعصر دماغي بحيث ان انا محتاج اطلع فكرة لفيديو للقناه الاساسيه. ماشي، انا عندي افكار كتير جدا، ولكن المشكله فيها البادجت بتاعتها عاليه. في افكار تانية البادجت بتاعتها تكاد تكون معدومه، يعني عادي ممكن اعملها بنو بادجت عادي، ولكن مشكلتها ان هي هتاخد اسابيع عشان تتنفذ. انا محتاج حاجه بحيث انها تنزل الاسبوع الجاي، مش الاسبوع الجاي ده على طول، اللي بعده. فانا محتاج حاجه تكون سهله ان هي تتنفذ، وفي نفس الوقت البادجت بتاعتها قليله. عندي افكار كتير جدا، ولكن دي محتاجه بادجت عاليه جدا. هي عاليه بالنسبه لواحد عايش في مصر، لكن واحد عايش بره مصر الموضوع بالنسبه له البادجت دي تافهه جدا يعني. لكن بالنسبه لواحد عايش في مصر لا، البادجت دي عاليه جدا. فانا الصراحه يعني بحاول اعصر دماغي ان انا اجيب فكره لو بادجت، او يا ريت تكون نو بادجت، وابقى قادر ان انا اعملها في خلال اسبوع وكده. في نفس الوقت مش عايز حاجه عاديه، لا انا عايز حاجه انا فعلا بحب استهلك المحتوى ده. فانا عايز اعمل محتوى زي اللي انا بحب استهلكه بطريقتي. مش عايز ان انا اعمل ماشي، وانا ممكن اعمل مثلا اعلم الناس ازاي تشتغل على برنامج الايديت اللي انا بشتغل عليه، اعلم الناس تعمل اي حاجه، ولكن فكره ان مش ده اللي انا عايز اعمله. فانا الصراحه الفيديو مثلا اللي هينزل الحد الجاي ده حاجه انا مش عايز اعملها، ولكن للاسف مضطر عشان احافظ على الاستمراريه بتاعت الميني تشانل. فانا مش عايز ان انا كل اسبوع اعمل كده، والحاجات اللي انا عايز اعملها ما اعملهاش وكده. فبحاول ان انا اجيب فكره انا عايز اعملها ببادجت قليله. دي بس الموضوع، فالموضوع بياخد وقت كتير جدا، واللي انا اعتقد ان مفيش فكره جايه في دماغي دلوقتي، فلسه اقعد شويه كمان وبعد كده ابدا في حاجه تانية لو الفكره ما جاتش في دماغي. 2000 years later. بعد ما خلصت شغل على الفكرة، وللأسف الفكرة لسه ما اكتملتش لحد دلوقتي، بعدها قعدت اشتغل على شوية حاجات، وبعد كده قعدت اكتب الدو ليست بتاع بكرة، بحيث ان انا عايز بكرة اصحى اعمل الحاجات اللي عليا على طول، ما اقعدش افكر ان ورايا ايه وهكذا. ودي حاجة بحاول اعملها يعني بشكل دايم، ان انا اكتب الحاجة بتاعتي اليوم قبل اليوم وهكذا. ولكن في حاجة تانية بقى، وهي فكرة الوقت. بالنسبة لي في اكتر من حاجة كنت عايز اعملها النهاردة، ولكن للأسف الوقت ما سمحش ان انا اعملها النهاردة. واحنا دلوقتي في نهاية اليوم، لسه قاعد اخلص شوية حاجات وبعد كده انام، ولكن للأسف الوقت معايا ما بيسمحش لحاجات كتير. فانا محتاج اختار الحاجات اللي انا بعملها بعناية. مبسوط جدا بالحاجات اللي انا عملتها النهارده، ولكن للاسف الهدف الاساسي بتاع النهارده ان انا ايديت الفيديو اللي هينزل يوم الاحد على القناه الاساسيه بالكامل. للاسف الفيديو ده ما خلصش النهارده، ولكن بكره الهدف الاول لليوم بكره هو ان انا اشتغل على الفيديو ده، واول ما اصحى اشتغل على الفيديو ده، وبعدين اشتغل على باقي الحاجات التانية، بحيث ان انا ابقى حطيت نفسي ان الفيديو ده لازم يخلص بكره، يعني لازم يخلص بكره. ولكن بما اننا اتكلمنا عن الوقت، انا حابب بس اقول حاجه. انا بالنسبه لي ادارتي للوقت محتاج اتعلم اكتر من كده. ولكن لو هقارن نفسي بزمان، انا ماليش دعوه باي حد، يعني دعوه بنفسي دلوقتي. لو هقارن نفسي بزمان، انا زمان مثلا كنت 0/10 او ماينس 10/10. دلوقتي انا مثلا 7/10. فده انجاز كبير جدا بالنسبه لي. محتاج اتطور، محتاج اتطور، ولكن بالنسبه لي لازم اكون مبسوط بالانجاز اللي انا وصلت له في اداره الوقت الايام دي او الفتره دي من حياتي. بس للاسف انا كواحد في حاجات كتير جدا عايز اعملها، الوقت ما بيكفيش معايا. فكره ان انت كواحد بس شغال على اكتر من حاجه دي حاجه غلط، ولكن للاسف انت بس لوحدك اللي شغال على الحاجات دي. فبس الفكره محتاجه منك تعود اكتر عشان تقدر تمانج الحاجات دي كلها. ولكن على قد ما اقدر بحاول امانج الحاجات اللي انا عايز اعملها كلها، بحيث ان انا اعملها وكده. مش عايز اتكلم الصراحه في النقطه دي بسبب ان انا اتكلمت عن نقط كتير جدا نتكلم. بس على العموم ده كده كان اليوم اللطيف بتاعنا. شكرا ليك لو انت كملت لحد هنا. دي كانت كل حاجه. اشوفكم بكره. سلام.